نتكلم بقى على اللعيبه، وهنا اول واحد هنتكلم عليه الونش. الونش قلت المره اللي فاتت ان هو بيسترجع الونش بتاع زمان، بيحاول يرجع نفسه من تاني وعاوز يضمن نفسه كاسم من اسماء كاس العالم الجايه مع كابتن حسام حسن. النهارده عملت ماتش كبير قوي يا ونش في ظل الاداء السيء بتاع السيد اسامه. النهارده راجل يا ابني. احمد خضر محمد ابراهيم، يا ابني انتوا الاثنين كل ماتش بتزيدوا، كل ماتش بتتطوروا، كل ماتش احسن عن الماتش اللي قبليه. احنا بنكسب باك رايت وباك ليفت، ما شاء الله عليكم يا ابني. انتوا مع الوقت هتبقوا نجوم جامدين جدا. استمروا يا ابني وطوروا من نفسكم، انتوا جامدين جدا. يوسف وائل مشروع نجم، اقسم بالله مشروع نجم. بجد انا عاجبني قوي الناشئين اللي طالعين من الزمالك، بجد انا فرحان بيهم جدا. وفي وجود اللعيبه الكبار اللي احنا اصلا يعني حاليا يعني للاسف ما عندناش لعيبه كبار، يعني للاسف هو كام واحد بالظبط يتعدوا يعني يقدروا يشيلوا اللعيبه دي معاهم. فكتر خير، يعني كتر خير الدنيا ان اللعيبه دي بتعمل الاداء ده، وتقسم بالله. والنهارده ظهور اول ليوسف وائل واللمس طالعه من رجله جميله. ده في حاجه حلوه، استمر يا يوسف. في لاعب تحب الكره تجيله، هو ده، هو ده. اقسم بالله بجد ادم كايد بيقدم بقاله كده كام ماتش. انيستا في نفسه، انيستا في نفسه يعني رايق، مزاجه رايق وفايق، والدنيا معاه ايه حلويات اقسم بالله. وهو كان محتاج بس ثقه، ثقه، ومدرب يديه الحته دي. وهو ما شاء الله في ظل غياب ناصر ماهر، يعني احنا قلنا ناصر ماهر خلاص مشي، وهو ده بيعوضنا اقسم بالله، وهو واجبك كمان. اتمنى انك تستمر يا ابني وتطور نفسك، وان شاء الله تبقى في حته تانيه قوي، جامد جدا يا ابني اقسم بالله.